عم تحضر دروس متابعنا، فكمان كويس. كيف الوالد والأهل كلكم بخير بابا؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا صهيب كسارة من التلاميذ عنا والله المجدين، ولكن الله سبحانه وتعالى هيك يوفقك هيك بدعاء والديك وبدعائنا إن شاء الله، يعني تنتهي من مرحلة سورة النساء بعد المائدة بعد الأنعام، بعد ما نجيزك إن شاء الله بربع القرآن، عشان بابا يسنك احتفال يكون كويس سنة أكلاته أكلات الوالدة الله يرزقكم، ثم تنتقل إن شاء الله إلى الأعراف. الله قادر، هي بعد شوية همة ليس إلا. فأنا ما بعرف عبد الرحمن، في عندك شيء دواء لصهيب يا ابني؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن نام. نمت وبابا نمت؟ نام عبد الرحمن نام. وحمزه كمان شايف شلون بحكي ما هو نام. تعبان الله يعطيه العافيه، تعبانين. تمام، سمعتي مو سمعتي؟ اسال ربي الله يتم عليك بخير حبيبي. تفضل اقرا اخر صفحه من سوره الاحزاب، تفضل. يسالك الناس عن الساعه، لا تستعجل يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. والله احسنت، برافو عليك، الله يجزيك خير الوالد. ويعني انت شو ناقصك حتى هيك كمل هالسوره النساء؟ شو بتأمر؟ نهديك هديه، نهديك سياره، موبايل، نجوزك؟ اطلب ايش طلبك. انا خيو تكفي اذا شغله يعني تابع للبابا، انا خيو بساعدك، تابع للوالده بصير يعني اختنا، ايش بدك؟ امور بس امور. في طلب معين؟ لا والله. الشهاده نجحت في الشهاده؟ نعم. امم نعم. شهاده سواء العمليه نجحت بس ولا النظري؟ أخذتها. العمليه اخذتها؟ نعم. صفى لا سيارة ما اشترى سيارة لسه؟ لا. البابا ما اشترى سيارة لسه؟ لا والله. الله كريم، تمام.
سيدي أتمنى لك الخير حبيبي. طيب في أسئلة مسألة الإفادة، طبعا أكيد أسمع الأسئلة. ما هو العمل الذي تحب أن الله فيه قبل موتك؟ إيش تحب أن تلقى الله فيه وأنت في هالحالة من صلاة، من عبادة؟ تفضل، من سجود، من ركوع، من أي أمر، تفضل. من متعة طاعة. نعم. متعة طاعة. تموت على طاعة، أي طاعة يعني بشكل عام هيك، أي طاعة مو هيك؟ ما في مكان يعني يعني حالة محددة مو هيك؟ لا. أن تكون في طاعة. أرجو يا رب أن تحقق له بعد ما طويل إن شاء الله متجوزك إن شاء الله، وصار عندك سيارة وعندك أولاد، تحكي له عندك كثير، تحكي له أكيد. شو بدك تحكي له لابنك أول شيء عن سمكة حاط؟ إذا قال لك بابا سمعت عندك شيخ، شو بكون موجود يعني، احكي له على شيخ، شو تقول له؟ كلمة واحدة، شو بنصح تقول له بكلمة واحدة؟ أه بنصح ولا لا كثير. بسمع. تطلعوا بنصح. إلي. إيه. يعني قال له. راح يجيك الآن سؤال لعمك الشيخ. طيب سؤال: ما هي السنة التي تداوم عليها وتحبها كثيرا ولا تتركها، ولا في سفر ولا في حضر؟ سنة من السنن ما بتركها لا في سفر ولا في حضر. تفضل. جابت المؤذن. حلو، حلو والله، برافو عليك، كنت مؤذن، تمام. حلو، هي السنة مؤكدة، نعم. طيب وما هي السنة التي تحبها ولا تؤديها أو تؤديها؟ سنة قبلية. القبلية، الظهر مثلا؟ بشكل عام. لا ما انتبه حبيبي، لأن الملاحظة السنة المؤكدة ما في تتركها إطلاقا. يعني مثلا عندك سنة الصبح، هي تتركها. عندك سنة الظهر القبلية 4 ما تتركها. عندك السنة اللي بعديه ركعتين بالظهر ما تتركها سيدي، الله يرضى عليك، بنصيحة ممكن، برافو عليك. عندك سنة المغرب ركعتين بعد المغرب ما تتركها. عندك سنة العشاء بعد العشاء مو قبل، ما تتركها. عندك الوتر هذا واجب، فانصحك ما تكون. هلا عندك سنة غير مؤكدة، مثلا عندك صلاة الظهر السنة اللي بعديه ركعتين، يعني عندنا السنة القبلية على مذهب حنيفة 4 ركعات سنة مؤكدة الظهر، 4 فرض، ركعتين سنة قبلية مؤكدة، أنا ركعتين غير مؤكدات. هي ما يعني لازم تصلي، ما صليت معلش، يعني الله بسامحنا بسامحك. عندك السنة العصر القبلية غير مؤكدة، هي يعني لك الخيار كما يقال. عندك سنة العشاء القبلية أيضا لك الخيار. أما السنة المؤكدة ما تتركهم، هذول 12 ركعة ما تتركهم، توعد إن شاء الله ما تكون إطلاقا. الله يرضى عليك. سؤال بعده: ما هو الشخص الأول عندك من بعد والدك وشيخك؟ بعد والدك وشيخك، تفضل. طبعا بعد الله والنبي صلى الله عليه وسلم والديك وشيخك، من؟ ديك بقرير عليك، ما تقدر بلا طاول طاول. أخوي منذر ولد أخوي. كويس. منذر يعني ما يعرف بحكي على هذا، دام بتحبه كل الحب هذا، خلي شوي يدير باله علينا، بس هيك تمام. يعني دي بالك عليه، الله يرضى عليك، والله كلكم طيبين. طيب هل عندك أحلام قد تحققت؟ عندك حلم معين وتحقق؟ ممكن بدون تقول لك الشهادة أو يعني إيش ماك، ما شرط تكون يعني ديني، أي حلم ممكن يكون عندي حلم معين تحقق، ما في مشكلة. في بس ما أحسن مسكر. ما بدك تذكره خاص، يعني دنيا ولا أخروي؟ دنيوي. خطبة، في خطبة يعني، في خطبة. طيب خلاص أنا ما بحرجك، تقول لي يا بيني وبينك، لا تقول لي يا كم بيني وبينك. طيب المهم انت في عندك انت يعني حلم بامتى تحقق او هيك؟ نعم. طيب بس ما بتقولنا عليه، خلص امرك. طب في حلم في من احلامك لم يتحقق بعد، يعني انت عندك حلم ولكن ما تحقق، كمان بتقولنا عليه؟ في بس سماع جواته. ايش هو؟ نفسه. لا، مثلا سيارة مثلا أو بيت. سيارة او بيت على السريع ما بخل معروفة. الحلم الشوف اسمع يا شيخ محمد كسارة، الحلم ابنك سامحنا يعني زوجة صالحة وسيارة وبيت وسيارة، كويس هيك؟ طيب سؤال أخير، هل عندك شي سؤال إلي؟ لا. طيب يا صهيب، لو واحد الآن أحبابك والدك حدا قال لك وصف لي شو مصرف كحاط بكلمة، ماذا تقول له؟ بكلمة.
أو جملة. رجل ها؟ رجل طيب. رجل طيب. رجل ولا رجل طيب؟ رجل طيب. يلا الله يرضى عليك، سلمي على الوالدين، وإن شاء الله أسأل ربك الله يعني يوفقك إن شاء الله، وشد الهمة تخلصنا سورة النساء. سهلة على فكرة والله، ما هي صعبة، شوية همة بس. ماشي بابا؟ إن شاء الله. تحب تقول شيء؟ لا. ادعي لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. يعني أنا أشهد الله سبحانه وتعالى، وأشهدكم أحبابنا الكرام، أنه الشاب صهيب كسارة من الشباب الطيبين ما شاء الله، ولكن الله يكون ادعوا له أنه إن شاء الله يعني خلصوا النساء. تمام. الآن ننتقل إلى السيد حبيب. يلا يا حبيب، ها اجي دورك. ثم إلى السيد سامح عجم، راح يقرأ لأول مرة. أنا وعدته عبون هون أخذ كامل اشتري سيارة. هون عم بحكي الشيخ محمد، مو هيك؟ وأنا إيش بطلع لي إذا حفظ خيو؟ طلع له ابنك سيارة.